السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. رجعنا لكم بقصة جديدة وقضية جديدة. قصة اليوم غتعلمنا المعنى الحقيقي ديال نديوها في راسنا. كما كنعرفوا بزاف ديال الناس كيكونوا باغيين غير يفكوا شي وحدين اللي مضاربين حتى كتجي فيهم الدقة ولا كيوليو غاديين للحبس وما دايرين لا بيديهم لا برجليهم. هادشي علاش ورا هاد القصة هادي غتعلموا بنادم ما يبقاش يتدخل بين شي جوج مضاربين، فراه النتيجة ديما كتكون كارثية. بلا ما نحرق عليكم الأحداث، هاد القصة اللي فيها واحد الجريمة خطيرة وواحد اللغز خطير وغدينا مباشرة للجزائر. بلا ما نحرق عليكم الأحداث نبداو على بركة الله. قضية اليوم غدينا مباشرة للجزائر. الشرطة غادي يجيهم واحد البلاغ على واحد الولد غادي نلقاوه مقتول في واحد الغابة. السيد مكتشفينو من ايديه ومن رجليه ورابطينو مع واحد الشجرة. منين غادي نمشيو الشرطة غيلقاو فعلا واحد الولد مقتول، وغيجيو الشرطة العلمية والتقنية والطبيب الشرعي. منين غادي نقلبوا الضحية غادي نلقاوه تعرض لواحد المدة طويلة ديال التعذيب قبل ما يصفيوها ليه، وفيه واحد الطعنات اللي قاتلة في الصدر ديالو. الوقيته اللي كانوا فيها الشرطة العلمية في مسرح الجريمة كيبحثوا في الموضوع غادي يجيهم بلاغ من عند مقر الشرطة كيقولوا فيه بلي واحد العائلة غادي يجيو يبلغوا باختفاء ديال ولدهم. هاد الولد هذا اللي سميتو ياسين وفي عمره 28 سنة، واختفى لمدة ديال 30 ساعة ما بقاش رجع للدار وما مولفاش ليه. عنده واحد الحافلة صغيرة كينقل فيها البضائع والناس اللي غادي لشي بلاصة العائلات الى اخره، وخدام على راسو وديما كيرجع يبات في دارهم. وحتى لهاد النهار هذا بالضبط ما غاديش يرجع، ومنين تعطل بزاف جاو يبلغوا عليه. المواصفات اللي غادي نعطيو منطابقين مع الضحية اللي عندهم وتقريبا نفس العمر ديالو. منين غادي نديو واحد من العائلة ديالو يتعرف عليه واش هو فعلا، مع غادي نمشيو غيطيح الاخ ديالو في الارض وغادي يبقى كيبكي وغادي يخرج ليه العقل كيقول لهم هذا راه خويا فعلا. يعني هذاك الضحية نفس الشخص اللي كيبلغوا عليه. منين غادي يسولوا الاخ ديالو على المدة اللي ما دخلش فيها للدار قال لهم تقريبا راه واحد 30 ساعة دابا. سولوه واش عنده عداوة مع شي واحد ولا شي حاجة، قال لهم ما كنظنش شي حاجة بحال هكذا. قال لهم خويا راه بخير، واحد الانسان داخل سوق راسو غير الخدمه للدار الخدمه للدار، يعني عمرنا شفنا عليه شي حاجه ديال العيب، والسيد يعني بعقله ماشي شي واحد اللي كيتضارب ولا كيجبد الصداع. جاتو مغربه غادي نلقاو مقتول، وغالبا كانوا كيتوقعوا بدافع السرقه ولا شي واحد عنده معاه شي حساب. هنايا ملي غادي نفتحوا التحقيق ديالهم وغادي نبداو يبحثوا في الامر غادي نعرفوا باللي داك النهار بالضبط كان معاه واحد الصديق ديالو وما مشاش معاه، وغالبا ما كيكون معاه ديما في كاع الاوقات، كيخدم هو وياه ما كيكونش راسو. واحد الصديق ديالو اللي ما كيتفارقش معاه وديما كيكون راكب معاه وكيقضي هو وياه هاد الاغراض هادو. منين غادي نمشيو يسولوه على واش كتعرف ياسين، قال لهم راه كنعرفو. علاش ياك ما كاين باس؟ قالوا لي علاش ما مشيتيش معاه تخدم معاه كيف العاده؟ قال لهم لا راه ماشي انا اللي ما بغيتش نمشي معاه، قال لهم راه الناس اللي غادي يديهم ما بغاونيش نكون معاهم في السياره ديالهم. قال لي علاش؟ اشرح لنا اكثر. قال لي المهم واحد الناس اللي جاو غادي يوصلهم لواحد المنطقه، بغاو يكونوا غير راسهم بحكم انهم عائله وخارج مع مراته وولادو، بغا يكون معاهم غير الشيفور يوصلهم ومن بعد عاوتاني عاود يرجع ليهم يجيبهم. قال لي هنا اضطريت انني ما نمشيش معاه ورجعت للدار. قالوا ليه واش في اخبارك باللي راك متهم بجريمه قتل؟ هنا غادي تصدم. قال لهم السيد كيفاش جريمه قتل؟ علاش زعما شنو كاين؟ قالوا ليه ياسين راه لقيناه في البلاصه فلان فلانيه ومقتول. قال لهم انا ما في خباري والو. هادي السيد داخ، يعني ديك الطريقه اللي تصرف بها غادي يدخل لهم الشك. من غادي نديو وغادي نفتحوا معاه التحقيقات غادي يقول لهم واحد الحاجه اللي مهمه. قال لهم باللي هذاك السيد اللي كان غادي يديه فراه غالبا هو اللي غيكون صفاها ليه. قالوا لي علاش؟ قال لهم راه داك النهار بالضبط زايد هو وياه في الهضره، تعطل عليه بزاف وتناقش هو وياه في الهضره وعطاه فلوس زايدين على داك المبلغ اللي كان داير معاه حيت تعطل عليه بزاف، وخليتو مشى معاه يوصلو. قال له غالبا هو اللي غيكون دار ليه هكذا، غيكونوا بقاو كيتزايدوا في الهضره في الطريق واضطر انه يدير فيه ديك الحاله. ومنين غادي نقلبوا اخر اتصالات كاينين في الهاتف ديال ياسين، فعلا غادي نلقاو اخر واحد اتصل به
فراه هو داك السيد اللي وصله هو والعائلة ديالو. هنا غاديين يقلبوا، غاديين يبحثوا عليه وغاديين يلقاوه، وغاديين يعيطوا عليه لمقر الشرطة وغاديين يفتحوا معاه التحقيق. مع غادي يجي السلام عليكم السلام، السيد اللي وصلك نهار فلاني المنطقة فلانية، واش وقع بينك وبينو شي مشكل؟ قال لهم فعلا راه تعطلت عليه وتزايدنا شويه في الهضره وعطيتو فلوس زايدين زعما على قبل هذا المشكل هذا، ومن بعد صافي وصلني ورجع في حالاتو، ما بقاش عاود رجع ليا، كنت داير معاه غادي يرجع ليا وما ما عاودش رجع ليا. قال لي صافي هادشي اللي كاين. قال لهم هادشي اللي كاين علاش ياك ما كاين باس. قالوا لي واش في خبارك باللي السيد اللي وصلك داك النهار لقيناه مقتول في البلاصه فلانيه، غير اعترف لينا وعاود لينا شنو وقع بينك وبينه. السيد نفس الهضره شاده، قال لهم انا راه هاد السيد راه ما كنعرفوش وما بيني وبينه والو، وعلاش غادي نصفيها ليه؟ يعني ما بيناتنا لا حساب وما كنعرفوش وناكش مع العائله ديالي، راه مستحيل غادي ندير شي حاجه بحال هكذا. قال لهم انا راه فعلا زايدت انا وياه في الهضره، ولكن من بعد صالحنا وكان كلشي مزيان وكلشي عادي، ولكن لاحظت واحد الحاجه غريبه فاش كان معايا في الطريق، وهاد المعلومه هي اللي غادي تغير المجرى ديال التحقيق والطريق كامله ديال هاد القضيه هادي. قال لهم باللي فاش كان غادي معاه واحد اللحظه كيبان ليه باللي كان صايق وكيترعد ومعصب، ماشي هو هذاك. منين غادي يسولو علاش زعما معصب وكتبان ليا مديرونجي ياك ما البلان اللي وقع بيني وبينك، وعاود طلب منه السماحه. قال ليه لا، هاد البلان اللي وقع بيني وبينك راه نسيتو، راه عندي مشكل في الحومه ديالنا. قال لي علاش ياك ما كاين باس؟ قال لي راه واحد جوج دراري كيجيو ديما كيسكروا وكيبقاو حدا الدار ديالنا كيغوشوا. قال لي شحال من مره كنبقى صابر ليهم، واحد النهار طلع ليا الدم. قال لي هبطت لعندهم تزايدت انا وياهم في الهضره وتضاربنا كاع، ولاو كيهدوني وكيجيو للدار كيبقاو يغوشوا وباغيين يتلقاو ليا ويديروا هادي. قال ليه دويش معاه، وقلت ليه غير بعد منهم ما عندك ما دير بالمشاكل، ولا بقاو حالفين عليك فراه غيبقاو يقلبوا كيفاش يفديوها فيك. صافي قال لي هذا هو الموضوع اللي دار بيناتنا، من بعد ما عاود شفتو من هاد اللحظه هادي. هنايا هاد المعلومة اللي عطاهم غادي تكون مفيدة وبزاف وغادي تفيدهم في التحقيق ديالهم. هنا غاديين ياخدوا البصمات ديالو العينات ديال الدم ديالو وغاديين يصيفطوه في حالاتو حتى من بعد ويعاودوا يرجعوا يحققوا معاه. وفعلا هادشي اللي غادي يوقع. منين غادي نمشيو وغادي يقلبوا على هاد الناس اللي كانت ضارب معاهم في الحومه ديالهم، وغادي يسولوا العائله ديالو، وفعلا غيقولوا لهم راه شي 3 ايام دابا ضارب مع شي ولاد زايد ما وياهم في الهضره، ولكن فكوه من الناس صافي وطلع في حالته للدار. شكون هما هادو؟ عطاوهم المعلومات ديالهم، تما غير ولاد دوك المنطقه ولاد داك الحي، وغادي نبقاو مراقبينهم وحاضنهم من بعيد شنو كيديروا. ولقاوهم فعلا بجوج بهم واقفين بالسياره في واحد المنطقه اللي غير الخلاكين تما كاينه، وديك البلاصه اللي واحد شويه مشبوهه، يعني ما غاديش يوقف فيها اي واحد. هاد جوج ولاد هادو، واحد سميتو محسن وواحد سميتو ايوب. منين غادي نمشيو عندهم رجال الامن وغادي يبداو كيحقوا معاهم، غادي يحقوا مع كل واحد راسو باش يشوفوا واش الهضره ديالهم منطابقه، ولا شي واحد فيهم كيكذب ولا كيدخل وكيخرج في الهضره. وفعلا غادي نبداو التحقيق مع ايوب غادي يقول لهم فعلا راه داك النهار تزايدنا في الهضره وكنا غنضاربوا. وسولوه واش كان معاك محسن؟ قال لهم راه كان معايا وبقى غير كيفك فينا، المهم ضربنا داك النهار ما كانت شي حاجه اللي كبيره، صافي فكونا ومن بعد زدنا في حالاتنا. قالوا لهم نتوما شنو كنتو كديروا في ديك البلاصه؟ قالوا لهم عادي هذاك راه غير دربنا وواقفين كباقي الناس تما، يعني ما كنديروش شي حاجه ولا. ومنين غادي نبداو التحقيق ديالهم مع محسن، غادي يبدا كيدخل وكيخرج في الهضره. غادي يسولو واش كتعرف ياسين؟ قال لهم لا انا ما كنعرفو ما والو. وسولو على داك النهار واش كنتي معاه من يضاربوا وهادي؟ قال لي لا راه كاع ما كنتش معاه، وانا هاد النهار بالضبط راني كنت خدام. وهاد ياسين راه ما بينه وبينه والو كاع ما كنعرفو كاع. ومنين غادي يواجهوا مع الصديق ديالو ايوب، غادي يتصدم باللي كيلقى صاحبه قال هضره مختلفه على الهضره اللي قال هو. هنايا غادي يزيروهم كثر وقالوا لهم غير عاودوا لنا الصراحه، فراه غادي نتصعبوا غير على راسكم الحكم، ومنها سهلوا علينا حتى حنايا الخدمه. ولكن باقين شادين في نفس الاقوال ديالهم. وقال لهم انا قلت لكم هكذاك غير حيت تخلعت وهادي، فراه فعلا انا راه كاع ما كنعرفو وماشي انا اللي تضاربت معاه. راه داك النهار راه بصح كنت تما كاين حاضر، ولكن كنت غير كنفك. ومنين سولو الصديق ديالو ايوب غادي يقول لهم بصح
محسن داك النهار كان غير كيفوك وهو ما كيعرفش هاد الولد هذا، وأنا اللي تزايدت معاه الهضرة في الأول وهادي. ولكن الشرطة باقيين شادين في نفس الهضرة ديالهم ومأكدين باللي هادو وراهم شي حاجة مخبيينها. ومن غادي يهزوا البصمات ديالهم فعلا غادي يلقاو البصمات منطابقة على البصمات اللي لقاو في الضحية، يعني هادو عندهم دخل وكانوا في مسرح الجريمة. ولكن الحاجة اللي ماشي هي هاديك ولفتات الانتباه ديالهم هي كاينين واحد البصمات اخرين ديال شي شخص اخر، ومن غادي يزيروهم غادي يعترفوا بالقضية من الاول حتى الاخير. وهادوك البصمات اللي لقاو ديال واحد البنت اللي كانت هي المصيدة اللي غادي يطيحوا بها ياسين في الخطة الشيطانية اللي داروها باش ينتقموا منه. هنايا غادي يعاودوا ليهم باللي بالصدفة سمعوا ياسين كيدوي مع داك السيد اللي غادي يوصله، وهنايا عرفوا الطريق اللي غادي يرجع منها، وقرروا انهم جابوا واحد البنت اللي خدامه في واحد سوبر مارشي وجابوها باش تلقى ليه في الطريق. دارت راسها بحال اللي شاده اوتوستوب باش يطلعها معاه في ديك السياره ديالو، وفعلا منين تلقات ليه غادي يطلعها معاه. وهنايا غادي يخرج ليه غادي يخرج ليه ايوب ومحسن بواحد الكاميو ديال ولد عم واحد فيهم خايدينه من عنده، غادي نوقفوا ليه في الطريق باش يحبسوه ما يدوش، وغادي يهبطوا وغادي يشدوه وغيربطوه وغيطلعوه في الكاميو وغادي يديوه لداك الغابه وعذبوه مزيان تما كاينه بقاو كيضربوا فيه عاد غادي يقتلوه. ولكن البنت وايوب كيقولوا باللي راه محسن هو اللي دار فيه هاد الحاله هادي، هما كانوا باغيين غير يعذبوه وينتقموا منه ويأدبوه، ولكن مع الهلوسه وكانوا واخدين واحد الفانيد مقرقبين ما قدروش يتحكموا في راسهم، وما كانوش متفقين نهائيا على ان محسن غادي يختمها في الاخر غادي يقتلو. حتى هما تصدموا في الاخير بهاد النتيجه اللي وصلوا ليها. وهذا الشيء كامل شنو السبب ديالو؟ هو ان ياسين مريح مع والديه وكيسمع محسن وايوب كيخسروا في الهضره، وما مره ما جوج كيرجع يدوي معاهم، ولكن اللي في راسهم في راسهم ديما مقرقبين وديما سكرانين وكيعمروا تحت الدار ديالهم وكيبقاو يغوتوا ويخسروا في الهضره. وداك النهار كان معصب وتزايد معاهم في الهضره وتضاربوا، وهما ما تسرطاتش ليهم وبقاو حالفين حتى يفديوها فيه. يعني بصراحة بنادم اللي كيكون كيتعاطى المخدرات ولا يعني كيتقرقاب كيتمكار كيشرب، يعني يقدر يدير اي حاجة ويرتكب جريمة قتل بلا ما يشعر، ونهار غيفيق من القلبة عاد غيعرف راسو شنو دار. وهذا الشيء راه كنشوفوه هو اللي معمر الحباسات ديال المغرب، والسبب ديال هذا الشيء كامل فرا كنلقاو هو المخدرات. يعني والدري كان بخير ما عليه ما به، خدام على والديه خدام على راسو، حتى يعني بسبب البساط وبلا والو ولات القضية كبيرة ووصلات كاع حتى لهاد الكارثة، يعني جريمة قتل بسبب اللي شاف حشومة ما حتاش عاودها لشي واحد. صافي قال لك ما تغوتش هنا دارنا حضر راسك وزيد في حالاتك راه ما فيها باس وعادي، وحتى انت غتكون في بلاصتو ومريح مع والديك، فراه ما غتبغيش شي واحد يبقى يخسر الهضره ولا يجي قدامك ويبقى يعني سكران وكيغوت. يعني راه اي واحد غضربو النفس على راسو ولا على والديه ولا على مراتو ولا على ولادو، فراه غتكون النتيجه هي هادي غير مني وجبد. عرفت انا غادي يجي واحد حتى دارنا سكران ولا كيغوت راه ضروري غادي نخرج ندوي معاه، واخا نكون بارد راه غتحرك فيا شي حاجه وغادي نوض بز مني المهم من بعد ما قاد التحقيق غادي يتاكد باللي محسن فعلا هو اللي صفاه ياسين، هو اللي كان عنده معاه حساب من الاول، فراه غادي يحكم عليه ب 30 عام ديال السجن. والبنت اللي كانت مشاركه معاهم في الجريمه هو والولد الاخر غادي نحكموا عليهم ب 15 عام ديال السجن. بصراحه هذا الشيء هذا ولا كيألم ولينا كنشوفوه بواحد الكثره. وكانت هذه هي القصه ديال اليوم والقضيه ديال اليوم، ونشوفكم غدا ان شاء الله في قضيه جديده. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا ديك لايك مع الاشتراك في القناه الحمراء تولي بيضاء وتفعيل الجرس وتهلاو.